في كذا حد بيسألني هو أنا إزاي أختار الموبايل بتاعي؟ هل أختار ده والّا ده والّا ده والّا ده والّا ده؟ طيب أنا عشان أختار الموبايل أصلًا بتاعي أنا هاكون محتاج إيه؟ ممكن أختار ده وأبقى محتاج ده، ما أختارش دَوّة وأكون محتاج ده. طب إزاي إن أنا أختار الموبايل المناسب بتاعي السنة؟ طبعًا قبل أي حاجة عشان نخش على حاجة تضغط لايك واشتراك القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يالّا بينا نقول بسم الله. بُص يا سيدي، أول حاجة عشان تختار موبايل أنا هاشوف نفسي محتاج الموبايل ده للجيمز والّا الدراسة والّا للألعاب والّا للكاميرا. أنا عشان أختار موبايل للكاميرا، يبقى أنا هاركّز كل حاجة على الكاميرا، بس مش هاسيب المعالج ولا هاسيب البطارية والكلام ده، لأ. أنا طالما محتاج موبايل للكاميرا فأنا على التصوير والكلام ده، فأنا هاحتاج إن أنا أبُص على الكاميرا أهم حاجة والبطارية. ليه؟ لإنّك أنت طالما معاك بطارية كبيرة وكاميرا حلوة، يبقى أنت هتصوّر زي ما أنت عاوز براحتك. تمام، يبقى كده عشان نختار موبايل للكاميرا، فللتصوير عمومًا يبقى أبُص على الكاميرا وأبُص على البطارية، كده إحنا خلّصنا. طيب أنا مش بتاع تصوير ولا بتاع جيمز ولا الكلام ده، أنا هاحتاج موبايل عملي يغطي الغرض بتاعي. تمام، يكفّيني اليوم كلّه سواء مكالمات، سوشيال ميديا، واتساب، فيسبوك، الكلام ده. يبقى أنا هابُص على موبايل ببطارية حلوة طبعًا ويكون سلس شوية معايا شغّال، مش هاجيب معالج فئة متوسطة عادي. تمام، بعد كده أبُص على البطارية عشان تقضّيني اليوم كامل من غير ما أدوّر على شحن ولا أمشي بpower bank. تمام، طيب أنا عاوز أدوّر على موبايل للجيمز، أنا واحد gamer كده وعاوز موبايل يعيش معايا ويستحمل الألعاب سواء PUBG، Call of Duty، كل ده من غير ما يهنِّج معايا. طبعًا أول حاجة هابُص على المعالج، ده نمرة 1 المعالج، وبعد كده هابُص على الشاشة لإن الشاشة 60 فريم و60 جيجا هرتز أو 90 جيجا هرتز أو 120. تمام، لازم أركّز على الموبايل بتاعي بيتكلّم عن المعالج والشاشة. والبطارية برضه في نفس الوقت لإن أنا محتاج موبايل هيقعد معايا لفترة طويلة وأنا بالعب. تمام، المعالج قوي يستحمل. تمام، وبرضه الشاشة تكون سلسة في التشغيل والكلام ده. تمام، بعد كده أنا لو عاوز موبايل للدراسة، فالموبايل للدراسة طبعًا برضه هاعوز البطارية دي نمرة 1 عندينا إحنا. تمام، فبعد كده ندوّر على الشاشة تكون شاشتها حلوة كده في مشاهدة الفيديوهات التعليمية. تمام، والبطارية تكون حلوة والصوت يكون نقي ستيريو. هو ده إزاي إن أنا أختار الموبايل بتاعي. أمّا واحد بيقول لك أنا هابُص على الإعلان أو الbrand ده أو الشركة دي محتاجة إن منزّلة موبايل بصراحة روعة. طبعًا الموبايل أو الشركات عمومًا بتنزّل لك الإعلان تحفة، أي حد مش محتاج موبايل هيفكّر إن هو عاوز الموبايل ده. ليه؟ الإعلان أصلًا ميزته أو فكرة الإعلان إن أنا أجذب المشاهد عمومًا، سواء بفكرة هو كان محتاجها، بميزة معيّنة، كذا، كذا، الكلام ده كلّه علشان أنا أجذبه ويضطر إن هو يشتري الموبايل ده. فإحنا سيبنا من كل الإعلانات بتاعة الموبايلات، وسيبنا من البراندات. أي نعم البراندات طبعًا كويسة جدًا. تمام، زي سامسونج، شاومي، أوبو، فيفو، كلّها بتقدّم موبايلات مناسبة لينا. تمام، بس أول حاجة أنت بتدوّر على هل أنا الموبايل يعني أنت بتجيب ورقة وقلم كده معاك وبتشوف تكتب كده والله أنا محتاج موبايل للتصوير. يبقى هابُص على الكاميرا، هابُص على البطارية، بُص على كده، فأنا هاجيب أكتر من ممكن تخش على القناة تشوف فيديوهات طبعًا بانزّل فيديوهات للتصوير أو للجيمز أو للطلاب والكلام ده، ممكن تختار موبايل منيهم. تمام، بعد كده أنا بابُص كده على باجيب الورقة والقلم باكتب كده أنا محتاج موبايل للتصوير مثلًا. جِبت موبايل كاميرا. تمام، باجيب زي كده أنا بابُص على جِبت الموبايل مثلًا فيفو كذا، ده بيدّيك بطارية كويسة. بعد كده بابُص على موبايل تاني مثلًا شاومي بيدّيني مثلًا كاميرا كويسة. بعد كده باشوف الأنسب وسعر ده كل واحد سعره قد إيه، وأنا باشوفه وباختار على الكلام ده. يعني أنت ما عندكش خبرة في المعلومات دي، فأنت تقدر إنّك أنت تسمع لك فيديو على اليوتيوب من على القناة عندي، وهتلاقي إنّك أنت تختار الموبايل المناسب ليك. تمام، بعد كده برضه الناس مش بتفكّر في التصميم، هو أي نعم التصميم حلو، بس أنت مش مهم إنّك أنت تجيب تصميم حلو وما عندكش إمكانيات عالية. تمام، أو إمكانيات مناسبة ليك، فدي حاجة بصراحة مش حلوة. وأهم حاجة عشان تحافظ على الموبايل بتاعك لازم تجيب له جراب اللي هو بيتقفل. طبعًا أنت لو جبت جراب من اللي هو بيتقفل اللي هو زي الكتاب زي ما بيقولوا، ده هيعيش معاك الموبايل لفترة أطول. أمّا أنت عايز تتمنظر والكلام ده، فعادي ما فيش مشكلة، هات الموبايل اللي هو الجراب اللي هو عادي.
وبس كده، ده هو كان فيديو النهارده. وطبعا لو انت محتار انك انت تشتري موبايل معين، اكتب لي في التعليقات وانا هقول لك الموبايل المناسب ليك واعمل لك فيديو كمان. وبس كده، وكان معكم مركز ياسر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.